السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت عن سوا مع رنا. يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوا فيديو من فيديوهاتي وناويين تشتركوا في القناه، وانتوا بتشتركوا في القناه فعلوا الجرس علشان توصلكم كل الاشعارات الخاصه بالقناه عندي. اخر الشهر وبنبقى عايزين وجبات حلوه كده والدنيا تمشي معانا، فلو عندنا نص صدر فرخه هنعمل بيه الوجبه دي الموجوده في المطاعم الصينيه بارقام فلكيه، هنعملها احنا في البيت بمنتهى السهوله. بسم الله ونبتدي. ده عباره عن نص صدر من الفراخ، جبته وغسلته ونضفته، وهبتدي بالسكينه اعمله على شريحتين، والشريحة هبتدي اقطعها مكعبات. للعلم يعني قطعوها مكعبات اصغر من كده علشان بتفرق جدا في الاكل. انا كنت مقطعها مكعبات كبيرة بصراحة، ما كنتش اعرف ان هي هتفضل كده كبيرة معايا، او انا ما حسبتهاش صح بصراحة. بعد كده هجيب عليها معلقتين كبار من الصويا صوص، ومعلقة نص معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الفلفل، وهقلبهم كلهم مع بعض وهسيبهم في التلاجة حوالي ساعة ساعتين على حسب، بس ما بيبقوش ليلة يعني، هما ما بياخدوش وقت اصلا. وده شكلهم بعد ما هيتقلبوا. طيب هنا هو بعد ما بنسيبهم في التلاجة حوالي الساعة، بخرجهم وبحط كمان بيضة. البيضة دي اختيارية، لو في حاجات هتنفع في الوصفة عندنا ممكن نشيلها هقول لكم عليها. فالبيضة دي ممكن تبقى موجودة وممكن ما تكونش موجودة. هي الفكرة كلها ان الطبقة بتاعتها اللي هتتغلف بيها فبتخليه شوية ايه فومي كده يعني. الكفر بتاعها بيبقى يعني زي منفوش كده بالعربي. بعد كده هجيب شوية نشا على دقيق من غير ملح ولا اي حاجة، وهعفرهم كلهم واقليها، بس مش اكتر من كده. بصوا بعد القلي بقى شكلها عامل ازاي. طبعا هي غامقة غامقة ليه؟ علشان الصويا انا بصراحة بعشقه، فما حطيتش معلقتين، انا حطيت 3.5 على كمية نص صدر الفرخة ده، فطبعا هيطلع غامق. واديكوا شفتوا اصلا لون الفراخ كان عامل ازاي. فهو ده الفرق اللي عامل في اللون. لكن انتوا لو حطيتوا المعلقتين والصويا صوص، على فكره في منها الفاتح والغامق والمتوسط، عاده دايما هاتوا المتوسط، انا بجيب الغامق عشان انا بحبه. بعد كده هنجيب بقى ايه، طاسه صينيه اي حاجه غويطه، هنحط فيها سمنه واسفه نحط فيها زيت، وهننزل عليها بقى. طبعا هي بتتعمل بزيت سمسم، بس زيت السمسم بقى بارقام فلكيه دلوقتي، فاحنا عاملين بزيت عادي، وطبعا احنا اخر الشهر فبنلم اي حاجه موجوده عندنا. بصل مكعبات، فلفل الوان مكعبات، فلفل اخضر، ما كانش عندي فلفل الوان حطيت فلفل اخضر زي ما انتم شايفين اهو. حطوا كميه حلوه كده، لان فعلا البصل والفلفل لما بيكتر بتفرق جدا في التطعيمه. وكمان المفروض ان يبقى معاها كوم بصل اخضر واحمر، انا ما كانش عندي. طبعا عاملاها اقتصاديه يعني الى حد ما. هي تقريبا ممكن يكون بس الصويا صوص لو مش موجود عند حد ممكن يستغنى ويعمل بقيه الوصفه كده زي ما هي، هتفرق في اللون. ممكن نبقى نحط صلصه، لكن في الطعم طبعا بتفرق جدا. بعد كده شوحتهم وحطيت توم معاهم، شوحتهم. اول ما شميت ريحه التوم رحت نازله على طول بتلت كوبايه من السكر، تلت كوبايه من الخل، وتلت كوبايه من الكاتشب. الكاتشب ده استنوا الفيديو بتاعه، ده كاتشب بيتي على فكره رهيب، مش هيفرق حاجه عن الجاهز واتحدى. شايفين انا حافظت على لون الخضار. يبقى تلت كوبايه من السكر، تلت كوبايه من الخل، تلت كوبايه من الكاتشب، معلقتين كبار من الصويا صوص، وكمان حطيت عليهم رشه فلفل اسود. هنا اهو نزلت عليهم بالصوص بتاعي يا دوبك بس كده اتجمعوا، ورحت جايبه بقى معلقه كبيره من النشا مدوباها في كوبايه ميه، وابتديت اقلبهم كلهم مع بعض على النار. السكر يا جماعه معاكم من تلت لحد نص كوبايه زي ما انتم عايزين. السكر من تلت لحد نص كوبايه زي ما انتم عايزين. انا عن نفسي حاطه تلت بس عشان ايه ما تبقاش سويتي قوي. وهسيبهم على النار. اول ما هيغلوا بالمنظر اللي احنا شايفينه ده على طول، ما استناهاش تتقل، لا، اول ما الاقيها بتغلي كده اروح نازله على طول بالمكرونه. قلب 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 قلب، ابتدي احس ان المكرونه بتاعتي خدت من اللون بتاعها وابتدت انها تتشرب ويبقى لونها كده مكرونه. ممكن نستغنى عن الشرايط، انا كان عندي شرايط بصراحه، ممكن نستغنى عنها نحط سباكيتي، نحط قلم، نحط اللي موجود عندنا برضو. احنا مش بنعمل الوصفه الاصليه، احنا بنعمل لو عندنا حاجات كده من البيت نقدر نعمل بيها وجبه ازاي. ويا دوبك المكرونه بتاعتي خدت اللون بتاعنا كده اهو، رحت نازله على طول بالفراخ بتاعتنا. قطعوها اصغر من كده عشان بصوا هي كبيره، فكنا بناكلها على مرتين تلاتة. لو متقطعه صغيره مع الشوكه كله هيتاكل مع بعضه. اوعوا تسيبوها على النار لغايه ما ينشف الصوص اللي منها ده، لا، لازم يكون فيها صوص شويه. طبعا بيحطوا بره سمسم، وسمسم متحمص. انا ما كانش عندي متحمص، عملت الابيض، ولو كان عندي وقت وكنت اعرف كنت حمصته. بس عايزه اقول لكم ان انا بقى مش بس برش فوق الوش، انا بحط طبق كده سمسم واقعد كل شويه اكل منه. وبالهنا والشفا، اشوفكم في فيديو تاني، سلام عليكم.